فيلمنا بيبدأ مع مركبة فضائية راجعة على الأرض ومعاها عينات من كائنات فضائية اسمها السيمبيوت. بس المركبة بتفقد السيطرة وهي نازلة وبتقع في ماليزيا. ودريك صاحب الشركة بيتابع اللي بيحصل وبيعرف إنهم جمعوا 4 كائنات فضائية بس في واحد منهم هرب. وبتوصل عربية الإسعاف وبيلاقي إن في واحد من رواد الفضاء لسه عايش فبينقلوه في عربية الإسعاف. مرة واحدة بيصحى رائد الفضاء وطلع إن جواه مادة السيمبيوت وبيهاجم الممرضة وبينقل لها مادة السيمبيوت اللي جواه وبيقتل السواق وبتتقلب العربية. بعدها بنشوف الجرح اللي عند الممرضة بيتلم لوحده وبيخف وبتمسك شعار شركة لايف. بعدها بنروح لكاليفورنيا وبنتعرف على المذيع إيدي بروك اللي بيقعد مع مديره في الشغل واللي عايز يعمل لقاء مع دريج صاحب شركة لايف اللي الممرضة كانت ماسكة الشعار بتاعه علشان يقول إن المركبة اللي وقعت دي كانت صدفة وإن المراكب بتاعة الراجل ده مفيهاش أي مشكلة وصح الصح. وبعدها بيروح إيدي يقابل صاحبته اللي شغالة في شركة لايف اللي صاحبها المفروض يعمل معاه لقاء. وبعد ما بيروح يناموا إيدي بيصحى من النوم وبيفتح الإيميل بتاعها وبيكتشف إن شركة لايف بتعمل تجارب على البني آدمين. بيروح يعمل اللقاء مع دريج وبيتكلموا عن الصواريخ ومرة واحدة بيخرج عن النص وبيسأله على التجارب اللي بيعملها على البني آدمين. ودريك مش بيعجبه السؤال ده فبينهي الحوار. وبعد اللي حصل ده مدير إيدي في الشغل بيطرده وإني صاحبة إيدي كمان بتطرد من شغلها لأنها بتقول إن هو السبب في اللي عمله وبتحس إن هو بيستغلها فبتديله الدبلة وبينفصلوا. وبنرجع تاني للممرضة بتروح تبلطج على الناس في سوق السمك وهي تحت سيطرة السيمبيوت طبعا. والسيمبيوت ده بينقل نفسه لجسم ست عجوزة تاني. وبعد 6 شهور دريك بيعمل تجارب على مواد السيمبيوت اللي جابها من الفضاء. بيقرر إنه هيعمل التجارب دي على البني آدمين عشان هي عايزة بني آدم بيتنفس. بس الدكتورة اللي معاه بتعترض بس دريك برضه بيصر إنه يعملها. بنشوف إيدي بروك هو عاطل وعليه ديون وحالته بقت كرب وبيحاول يدور على شغل. وبنشوف دريك هو بيجرب السيمبيوت اللي عنده على بني آدم والمادة فعلا بتخش جسمه وبعدها بتموته وبتطلع. بعدها بيتقابل إيدي في السوبر ماركت وبتقول إن كان عنده حق إن فعلا دريك بيعمل تجارب في الناس وبيموتوا. بس إيدي بيقول لها أنا خلاص بعدت عن الموضوع ده وخسرت كل حاجة بسبب الراجل ده. بيقول لها خلي بالك من نفسك. وبيروح عند بيت صاحبته القديمة إني وبيلاقيها ارتبطت بدكتور ما بقتش عايزاه خلاص وبيتضايق جدا. ويقرر إنه يتصل بالدكتورة ويشوف إيه حوار التجارب اللي على البني آدمين ده. وفعلا بيروحوا على الشركة وبيفهم منها إن دريج لقى كائنات فضائية وعايزة ترتبط بالبشر عشان يكون في فرصة للبشر إنهم يعيشوا في الفضاء. وفي ضابط أمن كان جاي عليهم فبيستخبى إيدي في غرفة العمليات وبيقعد يصور كل حاجة. وهناك بيلاقي واحدة اسمها ماريا كان يعرفها وبتطلب منه المساعدة فبيكسر إيدي الباب. وماريا بتطلع تضربه وبتنقل السيمبيوت من جسمها لجسم إيدي. والأمن بيعرف إن فيه اختراق أمني فبيطلع لإيدي. وإيدي بقى قوي وسريع جدا وبيعرف يضربهم كلهم وبيكسر الباب وبيهرب من الشركة وبيطلعوا يجروا وراه. وبيحس إن في حاجة هي اللي بتحركه فبيكسر الشجرة اللي بيخبط فيها وبيستخبى في أعلى شجرة لحد ما بيمشوا. وإيدي بيرجع البيت وبيلاقي نفسه عطشان جدا وجعان جدا وبياكل من الزبالة. ودريك بيعرف إن كان فيه دخيل جوه الشركة وخد عينة من ال3 اللي كانوا عنده. وإيدي بيمشي في الشارع وبيلاقي إن فيه صوت عالي في دماغه وبيقول إنه عايز ياكل وهو بيستغرب جدا. وبيروح لإني عشان هي اللي بيثق فيها وبيوريها الصور اللي هو مصورها وهي بتستغرب جدا من الطريقة اللي كان بيتكلم بيها وبتفتكره سكران. وإيدي بيقعد ياكل أي حاجة موجودة في المكان وبينزل حوض الاستاكوزا وبياكل الاستاكوزا اللي جواها علشان المادة اللي جواه بتحب تاكل الكائنات العايشة. والدكتور صاحب إني بياخد إيدي عنده في العيادة وبيعمله أشعة رنين. بس الضوضاء اللي من النوع ده هي نقطة ضعف الكائن اللي جوه إيدي فالكائن بيبدأ في التحرك إنه يطلع من جسم إيدي. بس الدكتور قفله الجهاز وبيقوله تعالى بكرة شكلك عندك فوبيا من الأماكن الضيقة وبكرة هقولك على نتيجة التحاليل. وفي شركة لايف بيعرفوا إن الدكتور هي السبب في اللي حصل وبتعترف إن إيدي بروك هو اللي كان معاها. فدريك بيتضايق منها وبيطلع عليها السيمبيوت عشان يموتها. وإيدي بيروح يخبط على جاره اللي بيعلي صوت الموسيقى على الآخر وبيقول له إنه يوطي صوت الموسيقى ويتعصب عليه بالوسط ده وقال له حاضر. وبيجي لإيدي ناس من شركة دريك وبيهددوه وعايزين منه المادة. فإيدي بيستسلم لكن الكائن اللي جواه بيستغرب جدا من اللي بيعمله وبيقوله ما ترفعش ايدك ومش تستسلم. والكائن اللي جوه ايدي بيتحكم فيه وبيتخلص من كل الناس وبيفضل يضرب فيهم. ودريك كان قاعد بيتفرج وكان فرحان جدا ان الكائن اخيرا اتأقلم مع بشري والناس اللي بعتهم بيطردوه في الشارع. وبنشوف ان الكائن اللي جوه ايدي بروك حرفيا بيعرف يتحكم في اي حاجة وبيفضلوا يطردوه
لحد ما بيعرفوا يوقعوه، وواحد منهم راح عشان يجيب إيدي عشان يوديه المعمل. لكن فجأة إيدي بيقوم وبيمسكه وبيتحول للون الأسود للوحش، وبياكل دماغ واحد منهم، وبينزل إيدي في المية. وبعد ما بيطلع من المية بيطلع له الكائن وبيتكلم معاه، وبيعرفه بنفسه إن اسمه فينوم، وإن هو الكائن اللي لازم هو يتعود على وجوده، وإن عايز يلاقي الصاروخ بتاعه. وبيطلع عارف عن إيدي كل حاجة علشان هو موجود جوه دماغه أصلا. وبعدها بنلاقي إن الدكتورة ماتت، وإن كمان اللي كان بيموتها مات. ودريك دلوقتي بقى عايز إيدي بأي شكل ويكون عايش. وإيدي بيروح عند الشركة اللي كان شغال فيها علشان يقابل مديره ويوريله الصور اللي صورها، بس موظف الأمن بيرفض يدخله. وفينوم بيقوله أنا ممكن أطلعك عادي. وفينوم فعلا بيتسلق العمارة وبيخش مكتب مديره وبيسيب له الدليل وبيمشي. وبينزل وبيلاقي ضباط كتيرة جدا مستنيينه، وبيطلع لهم فينوم بيدور فيهم الضرب كلهم. وإني بتشوف كل اللي بيحصل وبتزعق، وإيدي بيجري وراه وبيقول لها ده مش أنا، ده فينوم. وبتاخده وبيركب العربية عشان يروح المستشفى. والست العجوز بتروح المطار وبتنقل مادة السيمبيوت لبنت صغيرة علشان مسافرة كاليفورنيا. ودريك بيلاقي البنت الصغيرة دي عنده في الشركة وبيفتكرها بنت تايهة، ومادة السيمبيوت اللي جواها بتتنقل لدريك. بعدها بيروح إيدي عند الدكتور وبيقوله إن المادة اللي جواك دي بتقتلك بالبطيء. وفينوم مش بيعجبه الكلام ده، فبيمسكه من رقبته. وإني بتشغل أشعة الرنين عشان عارفة إن الصوت المزعج ده هو نقطة ضعفه. وفعلا بينفصل من إيدي وبيقفلوا عليه. وإيدي بيقول لفينوم أنت كنت هتقتلني. بعدها بيسيبهم وبيمشي، وفينوم بيعدي من فتحات التهوية وبيتنقل لكلب. وإيدي بيلاقي رجالة دريج واقفين له وكهربوه وخدوه معاهم. والكلب فينوم بيشوف إني بيقول لها إحنا لازم نتصرف. بعدها بنشوف دريج بيقول لإيدي فين فينوم، فإيدي بيقول له معرفش. لكن فجأة بيتعصب عليه وبيطلع كائن السيمبوت اللي جواه واللي هو اسمه ريت. وريت بيقول لدريك إن في مننا ملايين الملايين ولازم نجيبهم من الفضاء. فدريك بيقول سيب لي الموضوع ده أنا هتصرف. بعدها بيمشوا إيدي في الجنينة عشان يشم شوية هوا. لكن فجأة بيظهر لهم فينوم تاني بس في النسخة النسائية في جسم إني. بعدها فينوم بيرجع لإيدي تاني عن طريق إني. وفينوم بيقول لإيدي إننا لازم نوقف ريت. وبيسيبوا إني وبيمشوا. وبيقول له كمان لو موقفناش ريت هيرجع من الفضاء ومعاه ملايين مننا، وأنا كنت هعمل كده بصراحة زيه، بس أنا على الكوكب ده قوي والكوكب ده قوي، وأنا على كوكبي فاشل زيك بالظبط، لكن هنا إحنا أقوياء، فأنا هفضل هنا في الكوكب. ودريك بيكون فعلا مجهز الصاروخ، وريت بيقتل واحد من الموظفين وبيبهدل الدنيا. وفينوم بيقول لإيدي ده ريت فعلا قوي جدا ومعاه أسلحة مش معانا، وفرصتنا هتكون في الفوز معدومة. وفينوم بيقف في طريق ريت، وريت بيقول له يلا يا فينوم اركب الصاروخ. لكن فينوم مش بيعجبه صيغة الحوار وبينزلوا في بعض ضرب. لكن فعلا طلع ريت قوي جدا، وريت بيلبس فينوم وإيدي مع بعض وبيبقوا 3 في 1. بس إني بتعلي صوت الضوضاء وبينفصلوا عن بعض هما الأربعة. وإيدي بيضرب دريك بس دريك بيرجع له ريت وقتلوا إيدي، والصاروخ خلاص جاهز للإقلاع. وفينوم بيرجع تاني لإيدي فبيرجع للحياة مرة تانية. وفينوم بيمسك الخنجر ده وبيجيبوا الصاروخ نصين وبينفجر وبيموت هو ودريج. وفينوم كمان بيموت من قوة النار وبيودع إيدي. وبيروح إيدي هو وإني يقعدوا يتكلموا مع بعض ويقول لها إن هو عايز يبقى كاتب. وإيدي بيسمع صوت فينوم تاني وبنكتشف إن هو جواه ولسه عايش مماتش. وبيروح على السوبر ماركت عشان يجيب أكل لفينوم، فبيلاقي واحد حرامي دخل السوبر ماركت. ففينوم بياكل دماغه عادي جدا وبيرجع إيدي لشغلانته القديمة وبيروح السجن علشان يعمل لقاء مع قاتل متسلسل اسمه ريد. لو عجبك الفيلم مش تنسى تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تتابع كل جديد، مش تنسى كمان الكومنت اللذيذ.